157 158 دقيقه، صفحه ثامنه هذه. المغربي عنده جوج تليفونات، طلع المغربي وورينا المطبخ طلع تليفون، ما كيجبدش اصلا الاطباق المغربيه بصفه نهائيه، كيجبد اللي شوف حبيبي، هاي لك صفحه. دخل لي وليد دقيقه خويا، بالسطايله غيطلع لك المغرب نيشان. دقيقه انا نقراو خويا، انا نقراو حبيبي، انا نقراو. اش كتقرا نتوما كيحضر العلم الجديد بني على جوجل. وليد خليني نكمل القرايه هذه. علم، هذا علم. كتاب الشيخ ابو شعيب الدكالي، اكاديميه علميه تسير على رجليها، في الصفحه 159. وش يقول لك؟ يقول لك كان الشيخ ابو شعيب الدكالي وزيرا للعدليه في وليمه حضرها الفرنسيون الكبار من رجال الاداره في عهد الحمايه والمائده رفيعه، وكان التقدم غالبا، وكان مشرفا، وعلى المائده نزلت، وش نزل؟ البسطيله. هاي نزلت البسطيله. ها تقرا البسطيلة، وهي حلوى محشوة باللوز، وتعتبر من الأطعمة الفاخرة، وتقدم في الأفراح الكبرى. والفرنسيون ذواقة، ومطبخهم أخذ الرقم 1 في العالم هذاك الوقت. من بعد وش يقول لهم؟ وأعجبتهم البسطيلة وأوراق ال1000 ورقة ميلفي من نوع آخر محشوة بلذيذ التغذية، مع في طبخ مغربي رفيع يدعو الشهواني إلى المزيد. قال الفرنسيون للشيخ الدكالي: من أين جاءت هذه الحلوى إلى المغرب؟ كيف جات لعندكم؟ شكون نتوما؟ وش يقول له؟ قال الشيخ، هذا وزير العدلية تاعهم هذاك الوقت: جاءت من دار الخلافة العثمانية عن طريق الجزائر. على طريق شكون؟ الجزائر. انتم درتوا بروباغندا الآن، راكم تقولوا بلي تاعكم، عن بالكم هذه هي الحقيقة. هاولي جاءت على طريق الجزائر. شوف كنعرف حقيقة الجزائر. والحاجة الوحيدة اللي ما ناقشش مع شي جزائري هي التاريخ. هذا تاريخ. هي الحاجة الوحيدة اللي ما ناقش. شوف روح سجلها في اليونسكو، روح. انا الشعب كامل نظمته، هذا من عندي. ملي كنطالع ايدنا فين كنمشي؟ ملي كنطالع ايدنا اسمع الجزء الثالث، روح جيب ايدنا، جيبهم كاع، جيب صنايبي، جيب كاع اللي عندك، جيبهم كاع. هاوليك الجزء الثالث، اصبر، الجزء الثالث صفحه 92. راك تشوف الجزء الثالث، ابو العباس احمد الرهوني، كتاب من عندكم ماشي من عندنا. اصبر نزيد نطلع منها دقيقه. نسخه محققه من عمده الراوين في تاريخ تطاوين احمد الرهوني، كتاب من عندكم، في الجزء الثالث صفحه 92. واش تقولوا على البسطيله؟ قالوا تاعكم اش بيك انتم؟ عباك كي دخلنا في العشريه السوداء روجتوا لها بلي تاعكم، عن بالكم صح تاعكم. كنا في العشريه السوداء، ما كاش اللي يدافع على تراث الجزائر، على بها استغليتوا الفرصه. اكيد تقولوا تاعكم اليوم. هاي صفحه في حقيقه البوراك معروف ان كانوا يستعملوه العثمانيين، البوراك يعني اللي فايدوا ديول، حتى التسميات خويا، التسميات بوراك تسهل عثمانيه. شوف 92 هاي الصفحه. هاي واش يقول لهم هنا؟ اصغر شوف هذه ولد الكتاب واحد اخر، هذا كتاب محقق اخر، الصفحه 92، واسمه الكتاب الجزء الثالث، نسخه محققه من عمده الراوين في تاريخ تطاوين، كتاب واحد اخر. واش يقول لك؟ البسطيله. هاي لك البسطيله كلمه افرنجيه، وهي نوع من الأطعمة الفاخرة، يصنع من أوراق رقيقة جدا، الديول يعني الديول، تعمل من رقيق الدقيق الخالص، الخمير هذاك يسمى الديول. هاي الديول، فتطبخ الدجاج أو في أفراخ الحمام أو الكفتة مع البيض والبصل والتوابل والزعفران والليمون الحامض، ويغلف الجميع في تلك الأوراق، ثم توجه للفرن وتطبخ على جهتين، فتكون من آلات الأكل وأرفعها كثيرا، وما يصدر بها ألوان الطعام في المحافل الكبيرة. وهذا العمل فيما يظهر تركي، جلبه أهل الجزائر المهاجرون منها إلى تطوان. سلام عليكم خويا، سلام. كاش ما نزيد لك أنا.